النهارده المراجعة ديت مش قلق، يعني لو التطبيق ده زبالة هقولك في وشك، ولو حلو هقولك تشيله جوه عينيك، لأن مصلحتك عندي فوق أي مطور. تخيل كده يا صاحبي إنك بتصور أهم لحظة في حياتك، أو جالك إيميل شغل مصيري، وفجأة الموبايل صرخ في وشك المساحة ممتلئة، واللحظة دي ضاعت والتوتر ركبك والفرصة طارت لأن موبايلك مكركب. هنا بيظهر ليك بطل قصتنا النهاردة، اللي هو AI كلينر فون كلينر، التطبيق اللي قالب الدنيا واعلاناته في كل حتة بتوعدك بموبايل طلقة ومساحة خالية بضغطة زرار. انا وصاحبي قررنا نعيش التجربة دي حرفيا ونشوف هل ال AI ده بجد ولا مجرد فنكوش لابس بدلة سمارت. اول ما حملنا التطبيق وفتحنا، مفيش كود تفعيل يتأخر ولا وجع دماغ، دخلنا على طول. بس الصدمة كانت في كمية الصلاحيات اللي طلبها. عايز يدخل في كل حتة، صورك، فيديوهاتك، جهات اتصالك، حرفيا عايز مفاتيح البيت. الواجهة شكلها شيك، وبصراحة ألوان هادية ومنطقية ومنظمة، ومفيش فيها لاج أو تهنيج يذكر، لكن السلاسة دي وراها فخ كبير. واحنا بنقلب أول حاجة خبطت في وشنا هي الاشتراك. التطبيق مش بيسيبك تتنافس، سعر الاشتراك بيوصل ل5 دولار في الأسبوع، أو مبالغ سنوية كبيرة جدا. وده رقم يخض بالنسبة لتطبيق وظيفته إنه ينظف بس يعني. خليني احكي لك 4 مواقف حقيقية حصلت معايا انا وزميلي واحنا بنجرب. الموقف الاول، صاحبي جرب خاصية تنظيف الصور المكررة. التطبيق طلع له صور كتيرة وقال له دي متكررة، ولولا ان صاحبي ده دقيق كان مسح الصور ذكريات مهمة، لان التطبيق اعتبر ان الصور المتصورة في نفس المكان مكررة، وهي اصلا مختلفة تماما. يعني ذكاء اصطناعي غبي شوية. الموقف التاني، جربت امسح الملفات الكبيرة. التطبيق ظهر لي ملفات النظام او السيستم المهمة جدا، ظهرها لي على أساس إن ملفات سهل مسحها وممكن مسحها عشان توفر مساحة، وكان ممكن الموبايل يقع مني لو مسحتها بالخطأ. يعني كان هيبوظ لي التليفون خالص، أو كنت هحتاج سوفت وير. الموقف التالت، الإعلانات بتقول إنه بيسرع الموبايل 200%، والحقيقة إن الموبايل فضل بنفس سرعته. كل اللي عمله إنه قفل التطبيقات في الخلفية، والتطبيقات دي ممكن ترجع تفتح تاني بعد ثانية. الموقف الرابع، زميلي دفع اشتراك تجريبي 3 أيام ونسي يلغيه، وفجأة لقى حسابه بيتسحب منه 5 دولار من غير حتى إشعار تنبيه. سياسة خطف المشتركين دي من أسوأ الحاجات اللي ممكن شفتها في التطبيق دوت. لو هنتكلم بقى عن مميزات، فأقول لك ميزة المساحة السرية سيكريت سبيس، ودي فعلا منظمة وبتحمي صورك برقم سري بعيدا عن الفضوليين. تنظيف جهات الاتصال، ودي كانت دقيقة جدا في دمج الأرقام المكررة بنفس الاسم. تالت حاجة، واجهة المستخدم سهلة جدا لأي حد مش محترف يتعامل معاها. رابعا، خاصية مسح أحداث التقويم القديم، ودي حركة ذكية بتنظف الكركبة الرقمية اللي بننساها. خامسا، حجم التطبيق نفسه صغير ومش بياخد مساحة من الموبايل اللي هو أصلا مخنوق. لكن العيوب بقى يا معلم تخليك تفكر 1000 مرة. المطور باين عليه انه مركز في السبوبة اكتر من الخدمة. الدعم الفني عبارة عن روبوت بيرد ردود معلبة مش بتحل مشكلة. الشكاوي المتكررة كلها عن الاشتراك التلقائي وصعوبة استرداد الفلوس، ودي بتدل على سوء نية في التعليقات. واحد كاتب التطبيق سرقني وسحب فلوس من غير ما اوافق، وواحدة تانية بتقول مسح لي فيديوهات فرحي وافتكرها ملفات مؤقتة. ودي تجارب حقيقية لناس يعني مقهورة على اللي حصل لها بسبب التطبيق. التحذير المهم هنا، التطبيق مش نصاب بالمعنى الحرفي، لكنه بيستخدم أساليب ملتوية عشان يخليك تشترك وتنسى. والأمان والخصوصية عليه علامات استفهام، لأن بياناتك وتصنيفات صورك بتترفع على سيرفراتهم عشان ال AI يحللها. فلو خصوصيتك تهمك، ابعد عن الشر وغنيله. مين بيحتاج التطبيق ده؟ الطالب اللي موبايله غلبان ومساحته صغيرة، أو صاحب الشغل اللي رسائل الواتساب والملفات كبست على أنفاس موبايله، أو حد مش فاضي يألف 10 آلاف صورة وعايز ينجز. بس هل يستحق التحميل؟ لو هتستخدم النسخة المجانية بحذر جدا ماشي، لكن كاشتراك مدفوع لا يستحق مليم واحد في تطبيقات تانية زي فايل باي جوجل بتعمل نفس الشغل وأحسن ومجانية وأمانها أعلى بكتير. تقييمي النهائي هو 4/10، خذلني في دقة الذكاء الاصطناعي وبهرني في شكل الوجه، لكن طمعه في الفلوس بوظ كل حاجة. والبدايل اللي عندك فايل باي جوجل أو سي كلينر، أضمن وأصدق. سؤالي لكم النهاردة، هل حصل معاكم قبل كده ان تطبيق سحب من بيستك فلوس وانت مش واخد بالك؟ احكولنا في الكومنتات عشان نفضح الممارسات ديت ونحذر بعض. ومستني تجاربكم مع AI كلينر عشان اثبت التعليقات اللي فيها وجع وتجارب حقيقية لناس جربت التطبيق. سلام يا معلمين.